يا ترى لما اجي اغير الجوان ده احط سيليكون ولا بيتركب بدون سيليكون؟ ده بيستحمل درجة حرارة ل 250، ده بيستحمل 320. هو الجوان لو اصلي حط له سيليكون. ليه بقى احط له سيليكون؟ تعالى كده بقى افهمك الدنيا ماشيه ازاي. اول حاجه لازم تكون عارف ان ده غطا الكامات او غطا التكيهات، وده الجوان بتاع غطا الكامات. طيب اول حاجه ده فبر. يعني ايه بقى فبر؟ الفبر ده بيتاثر بالحراره، يعني لو هي الموتور ده زيرو لانج في المصنع ما تحطلوش السيليكون، وانا اللي بقول لك. طب لو هو يوزد قديم وركب في العربيه وسخن في العربيه، وبالمناسبه ده فبر وش فايبر. يعني ايه بقى فايبر؟ يعني بيتاثر بالحراره، يعني بيقفع مع عمره. ده لو يوزد او مستعمل او راكب في عربيه، لما بيطلع بره العربيه بيكون فيه نسبه تقفيع، بدليل ان في ناس بتغيره وبعدها بيجيب برضه نفس الفكره، مع العلم ان انا ممكن اكون مغير جوان اصلي برضه وبيجيب. لا، انت تحط طبقه سيليكون خفيفه وباحترافيه. طبعا بيكون جايب معاه بسبوس زي ده، بتيجي بتبدا تقصه من هنا علشان وانت بتحط السيليكون تحطه باحترافيه. حط سيليكون بس حطه باحترافيه، ولازم يكون خط رفيع قوي كده، ولازم تنظف كويس جدا في مكانه علشان السيليكون لما يجي يقعد على نظافه وما يكونش فيه اي طبقه زيوت موجوده في المكان اللي هيتلزق فيه. ده بيستحمل درجه حراره ل 250، ده بيستحمل 320. الموضوع ده راجع لك انت، انا نصحتك وانت براحتك، شوف انت ايه الصح واسمع لكل الناس واعمل اللي انت شايفه صح.